تصميم مخطط 270 متر، فاصد واحدة، تصميم ما شاء الله. تابعوا للنهاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم الإخوان، إن شاء الله تكونوا بخير. هذا تصميم لأحد المخططات لأحد الزبائن، توصل معانا، يعني جانا المكتب وعنده يعني الأرض هذه وحب يخدم فيها تصميم للمسكن تاعو أو الأرض تاعو. فيها فصاد واحدة، هي جت 18 في 15. كانت عنده طلبات أنه يحتاج جراج كبير هنا، وعنده زيد يحتاج صالة كبيرة لهنا. درنا له على حسب الطلبات نتاعو، وبقيت الأمور يعني خدمناهم كما نحبوا نحن كما نقول. هنا عندنا هنا لونتري برينسيبال. هنا عندنا الكاجيسكا اللي يطلع ديريكت البريمير ايتاج. هنا عندنا صالون كبير 7.7 محسوب 8 مترات، تقدر تقول على 4. هنا عندنا جراج 8 متر على 4 متر. تدخل من لهنا، عندنا لهنا بلاصة تاع السانيتير أعزكم الله، صال تواليت، كور من أجل ليراسيون والإكتراج. لهنا عندنا الصالون، سما تقدر الصالون هذا ديرو تاع رجال هنا، وهذا مثلا ديرو تاع نساء مفتوح ديريكت مباشرة. هنا دير جلسة لهنا على شكل ال، ولا حتى على شكل يو لهنا هكذا وتخدم فيها عادي. الكوتي هذا خدمنا فيه. عندنا هنا مطبخ عصري مفتوح على الصالامونجي عندها التهوية من هنا، والكويزين لهنا. عندنا لهنا كور أو كما نقولوا باسيو فينا من أجل إدخال الضوء والتهوية كما راكم تشوفوا فيها. ولهنا عندنا 3 شومبر، الأولى الثانية الثالثة، هذوما البيبان تاعهم. هذه البلاصة هذه ثانية عندنا باسيو من أجل التهوية. ولهنا عندنا ثانية كما نقولوا كور أو باسيو من أجل ثانية التهوية والإضاءة. لهنا عندنا تقدر دير جلسة أخرى مقابلة الصالونجي لهنا. أو المهم يعني التصميم مليح ما شاء الله. فيه الأرض أصل واسعة، وهو نحن نخدم على حسب الطلبات تاع الزبائن. قدر واحد آخر لهنا يدير كامل، هذه كامل يقدر يديرها جردة، ويدير ثاني لاريير مثلا جردة، ويدير غير صالون كويزين برك، والفوق يدير لي شومبر. وكل واحد والميزانية نتاعو. ثاني كاين واحد مثلا يقول لك اخويا انا ما نقدرش نبني الفوق، عندي الميزانية نتاعي وعندي عائلة كبيرة، نخدم غير لتحت فقط. تولي تخدم له على حسب الطلبات نتاعو، دير له حاجة عصرية وخلاص. حنا رانا نخدموا على حسب الطلبات تاع الزبائن، مش راح نخدم له من راسي وكذا. وفي نفس الوقت راح ننصحوا نقولوا نورمال دير كذا، الافضل انك دير كذا، اذا درنا كذا راح يصرى كذا. فهمتوني؟ بصح انه مثلا راح نخدم لك ديريكت مباشرة بلان بلا ما نعرف الاحتياجات نتاعك، ما نقدروش. كل واحد والاحتياجات تاعو، كل واحد الظروف تاعو، كل واحد والاسره تاعو، كل واحد وعدد افراد الاسره اللي راح يعيشوا في هذا المنزل. كل واحد مثلا اسكو راح يدير المسكن هذا للعائله او للاستثمار او للايجار الى اخر ذلك. كل واحد والاحتياجات تاعو، لذلك لازم كمصمم لازم تعرف الاحتياجات الخاصه بالعميل الذي ستتعامل معه. تحبوا تواصلوا نصمموا لكم الإخوان، تواصلوا معنا في الواتساب الظاهر أمامكم الآن. وسواء مخططات 3D، ديكور انتريير، مرحبا بكم. رخص بناء إلى خير ذلك. ومع أكرم شرفي أرشيتكت نصمم لك بيت أحلامك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.